السلام عليكم، رمضان كريم ومرحبا بالجميع. نتمنى تكونوا في أفضل الأحوال. مائدة اليوم متنوعة بالشهيوات اللذيذة والمميزة. صينية أرز بنكهة ولا أروع، الدجاج المحمر، وعندنا الحريرة بمكون سحري، مكون اللي غيزيد يعطيها واحد اللذة مميزة، ولينيم حشوة اللي غادي تعجبكم أكيد. ونبداو على بركة الله. لتحضير الحريرة غادي نحتاجو 4 حبات من الطماطم، يكون الحجم ديالهم كبير ويكونوا حمرين. تنطحنوهم مزيان وتنضيفوا عليهم حبة من البصل، حجم ديالها متوسط، مطحونة كذلك. وعندي هنا القزبر مع الكرافس اللي مفرماهم ناعما، تقاطع ديال الدجاج وتقاطع ديال اللحم. غادي نخلطوا في هذه الحريرة بالنكهات متنوعة، فيها اللحم فيها الدجاج. وغادي نضيفوا اللوز، عندي واحد الزلافة ديال اللوز اللي يكون بلا القشرة ديالو، تنقعوه واحد 8 سوايع تقريبا حتى ينتفخ. وتنضيفوا شوية ديال الزيت، معلقة صغيرة من الملحة، نص معلقة صغيرة من البزار الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الزنجبيل سكينجبير، ومعلقة صغيرة من الكركم اللي هو الخرقوم. أما بالنسبة للقرفة ممكن تضيفوا عود ديال القرفة، ممكن تضيفوا واحد ثلث معلقة صغيرة عامرة من القرفة المطحونة. تنخلطوا كل هاد المكونات. طنجرة عندنا في هاد الأثناء على النار اللي تكون مرتفعة. تنضيف لترين من الماء المغلى وتنسدو على الطنجرة ديالنا. مجرد ما تنطلق الصافرة تنخفضوا درجة حرارة الموقد إلى متوسطة ونخليوه واحد نص ساعة. أما بالنسبة للتتبيلة ديال الدجاج، ضفت التوابل ديال الكاري، سكينجبير، البزار، القرفة. غنضيف كذلك التحميرة، الفلفل الأحمر الحلو، الكركم اللي هو الخرقوم، الملحة. فهنا القياس اللي تناخد به معلقة صغيرة وجوج معالق صغار ديال الثومة مجفة باودر، ومعلقة صغيرة من القزبر حبوب مطحون. تنضيفو واحد 120 مليلتر من الماء تقريبا، القياس ديال ثلثي كاس العنبة، ومعلقة صغيرة من مركز الطماطم، وشي 4 المعالق كبار من زيت نباتية. وتنخلطو التتبيلة ديالنا اللي غادي نتبلو بها الدجاج اللي سبق وغسلتو مزيان، قطعتو الأنصاف. دجاج صغير ماشي كبير، ما غاديش ياخد معنا كذلك الوقت في الطياب، فغادي نتبلهم مزيان ونخليهم المدة ديال 20 دقيقة حتى نص ساعة يتشربوا شوية التتبيلة. ممكن تغطيوهم وتخليهم في الثلاجة إلا بغيتو ليلة كاملة، أو لا توجدوهم في الصباح خليهم دائما في الثلاجة لأن الجو شوية سخون. إلا كان بارد خليهم غير في المطبخ ماشي مشكل. هنا في القاعدة ديال هاد اللاطة راه وضعت الورق ديال الفرن. كيف ما تلاحظوا معايا الوقت اللي تناخدو الدجاج ما تيلصقش لينا، تجينا قضية سهلة. وكذلك اللاطة تتبقى شوية نقية. تنرصهم في الصينية وغادي ندخلهم للطهو بالفرن، بعد ما غادي نضيف عليهم شوية ديال الزبدة وواحد الخويط من الزيت. الفرن في هذه الأثناء مشتعل من الأسفل والأعلى على الدرجة ديال 180. من ندخلو اللاطة ديالنا غادي نطفيو الفوق ونخليوه غير لتحت لمدة ديال ساعة كاملة. غادي نحطوهم في الرف الأوسط. من بعد ما تمر هذيك الساعة غادي نشعلو على الفران من الفوق كذلك واحد المدة ديال نص ساعة، يعني غادي ياخد معنا واحد ساعة ونص. أما بالنسبة للتتبيلة ديال الرز غادي ناخدو الزيت، نص كاس ديال العنبة زيت، وجوج معالق كبار من الزبدة. تنضيفو عليهم 2 حبات من أولا نجمات ديال الباديان أولا أنيس، 10 حبات من الهيل، و10 حبات من القرنفل، و3 الورقات ديال الغار ديال عصير سيدنا موسى، 2 أعواد من القرفة، و4 ديال السودانية، 3 صحاح ووحدة رستة باش تعطينا شوية طعم. إلا ما بغيتوش تضيفو السوداني ممكن تستغنى عليها، وقشرة من الليمون الحامض فقط، طبقة العطرية الصفراء. فهنا هاد المكونات على نار متوسطة. تنضيفو بعد ما قليتهم وبدات تعطي الريحة تنضيفو حبة من البصل، و6 الفصوص من الثوم مزولة ليهم القلب ديالهم مقطعهم، وجوج حبات من الجزر اللي يكون الحجم ديالهم كبير نبشروهم ونضيفوهم تيعطيونا واحد النكهة وواحد اللوين غزال في الرز ديالنا. بعد ما قلينا هاد المكونات كاملة تنضيفو حبة من الطماطم حكيتها بالحكاكة، ومعلقة كبيرة من مركز الطماطم. تنضيفو البزار، معلقة صغيرة من توابل الكاري، غنضيف معلقة صغيرة من الملح، وغنضيف معلقة صغيرة فيما بعد لأنه عندي كيلو كامل من الرز، معلقة صغيرة من سكينجبير، ومعلقة صغيرة من الكركم اللي هو سكينجبير، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو التحميرة.
فانا غادي نضيف المعلقه الثانيه ديال الملحه. دائما العبار ديالي بالمعلقه الصغيره. نحرك الكل لانه المقدار عندنا على نار متوسطه. وهنا عندي الارز البخاري، غادي نعبرو قدامكم بالكاس ديال العنبه. عندي كيلوغرام غادي يعطيني 6 كيسان ديال العنبه. ممكن تستعملوا اي نوع من الارز طويل الحبه اللي تغسلوه من قبل حتى يطلق هذاك النشا ديالو كامل، من بعد تصفيه وضيفوه، اولا الارز البسمتي الا بغيتو. تنحركوا كل المكونات ونقليو الروز ديالنا لمده ديال واحد 2 دقائق تقريبا، دائما على نار متوسطه، وتنبقاو نحركوا مره باش ما يلتصقش لينا بالمقلاة اولا الطنجره. فهذا عملوه مع اي روز، دائما تحاولوا تقليوه باش ما يلتصقش لكم. واخا يكون حتى الروز اللي تيكون مكركب، عملوا غير هاد التقنيه، غسلوه ومن بعد قليوه. لكل كاس ديال الروز تنعبروا كاس ونص ديال الماء. اي كاس تتعبروا عبروا كاس ونص ديال الماء لكل كاس ديال الروز. فغادي ياخذ معايا هنا 9 الكيسان ديال الماء اللي واصل لدرجه الغليان. فتحرقت الكاس ولا سخون بزاف. هنا تنحرك ونخليو الروز ديالنا على نار اللي هي متوسطه حتى يجف تماما من السوائل، ومره نحركو غير بشويه. اما بالنسبه للحشوه ديال لينيم، فهنا في المقلاة وضعت واحد 6 معالق كبار من زيت نباتيه. تنضيفوا عليها الكفته او اللحم المفروم 250 رابعه، وتنضيف الجزر اللي مقطع بهذه الطريقه. تقريبا الكيس ديال 2 حبات من الجزر خيزو اللي يكون كبير، الحجم ديالو كبير، وحبه من البصل اللي مقطعها المكعبات صغيره. تنقليو هاد المكونات كيف ما تلاحظوا معايا على نار متوسطه، ومن بعد تنضيفوا عليهم الملح. دائما كيف ما تلاحظوا معايا مستعمله معلقه صغيره، سكينجبير، البزار نص معلقه صغيره، وشويه من القرفه مطحونه، ومعلقه صغيره من الهريسه او الشطه، وممكن الاستغناء عليها او الكميه تستعملوا حسب الرغبه ديال كل واحد فيكم. تنقليو هذه المكونات كيف ما تلاحظوا معايا تتشحر مزيان. حين غادي نستعمل في هذه الوصفه حزمه وحده من شعريه الارز اللي تتكون رقيقه. انا تنغمروها بالماء. عندي كميه اخرى غادي نستعملها في وصفات اخرى. وعندي تشكيله من الخضر المشويه، الكميه حسب الرغبه من طبيعه الحال، فيها الفلفله، الدنجال، وشويه من القرع الاخضر اللي هي الكوسه. فبعد ما تلقات لينا ديك الشعريه تنقطعوها بالمقص وتنضيفوها لباقي المكونات. ضفت 2 معالق كبار من صلصه الصوجا او لا صويا صوص، وتنقلبوا كل المكونات حتى داخل كل النكهات مع بعضها البعض. من بعد غادي نطفيو الموقد ونخليو الحشوه ديالنا تبرد تماما. بعد ما تنضيفوا لها 2 معالق كبار من البقدونس اللي تعطينا نكهه غزاله للحشوه ديالنا. بعد ما تبرد لنا الحشوه تناخذ الورقه ديال البسطيله او السبرينغ رول او اي نوع من الورقه اللي عندكم، تندهنوها بالزيت. تناخذوا الحشوه تنوضعوها بهذه الطريقه، وتنطويو عليها الورقه ديالنا. تتجي مغلفه كيف ما تلاحظوا معايا. صافي، وتنبداو نلف على شكل لينيم او لا سيجار. الطرف الاخير تندهنو بالخليط ديال الدقيق مع الماء او لا بياض البيض. غنستمر في التشكيل لينيم ديالي بنفس الطريقه. دائما تندهنو الورقه ديالنا بشويه ديال الزيت. فهاد لينيم ممكن كذلك بعد تشكيلهم تحتفظوا بهم في المجمد الوقت اللي تتبغيوهم. تاخذوهم وهم مجمدين تتقليوهم او لا تعملوهم مثلا في القلايه الهوائيه او لا تدخلوهم للفرن. بالنسبه للطريقه ديال التزيين ديالهم ممكن تخليهم كيف ما هما. ممكن الا كنتو غادي تقليوهم اعملوا لهم الدقيق هو الاول، مروهم من الا كنتو مخصصينهم للقلي ديروا لهم الدقيق هو الاول، من بعد البيض، من بعد الشعريه ديال القطايف كيف ما تلاحظوا معايا اللي تكونوا مقطعينها لقطع صغيره. الدقيق اللي استعملتوه في الاول الا كنتو غادي تقليو راه ما تتشربش الزيت اثناء العمليه ديال القلي. الا كنتو غتدخلوها للفران او بالقلايه الهوائيه فاعملوا ليها غير البيض، هنا بيض مخفوق، تضيفوا ليه شويه الحليب باش تحيدوا ديك السفولي، وتتمروها من الشعريه ديال القطايف. كيف ما قلت لكم راه ممكن تدخلوهم من المجمد حتى يتماسكوا تماما. فين ما بغيتوهم تتصيبوهم واجدين. فهنا وضعتهم بصينيه
ممكن ندخلوهم مباشرة للفرن، اولا كيف ما قلت لكم يكونوا مجمدين. الا كنتو غادي تخزنوا كميه وكميه اخرى غادي تعملوها، تدهنوهم بشويه غير واحد خوية ديال الزيت وتدخلوهم للطاو بالفرن لمده ديال واحد 25 دقيقه على الدرجه ديال 175 180 حتى ياخذوا لكم لون ذهبي جميل. اما بالنسبه للرز لاحظوا معايا، بعد ما مرت 20 دقيقه تشبع بهذاك المرق، هذاك الماء اللي ضفنا عليه تماما شربوا، ما ضفت ليه حتى قطره ديال الماء. غادي نطفي عليه. الا خديتي الحبه ديال الرز تتصيبوها طيبه ولكن تتكون مقاومه شويه، غطيو على الرز ديالكم راه يستكمل الطهو ديالو غير بهذاك الفابور لمده ديال 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. الحريره بعد ما مرات نصف ساعه تناخدو كاس ديال العنبه من الماء، يعني 180 مليلتر من الماء، تنضيفو عليه معلقه كبيره ونص ديال الدقيق او لا 2 معالق كبار من الدقيق. اللي عنده الخميره البلديه ممكن كذلك يخففها ويضيفها عوض هاد الخلطه هذه. تنردو البال بان اللحم راه طيب، وكذلك اللوز تصبح بحال الشكل ديال الزبده، يعني رائع في المضغه ديالو. كذلك تنضيفو الشعريه حسب الرغبه، الكميه حسب الرغبه. فانا ضفت تقريبا واحد ثلثي كاس العنبه ديال الشعريه الرقيقه، وضفت معلقه كبيره من مركز الطماطم. هذا المركز ديال الطماطم ممكن تضيفوه للخميره ديالكم في القرعه وترجعوها مع داك الدقيق، تتجي يعني تتحلل بسرعه، وماشي مشكل الا ضفتوها كيف ما ضفتها انا. فتنخلط مره تنخليوها على نار متوسطه لمده ديال واحد 15 دقيقه بينما ما طابت لينا هذيك الشعريه. من بعد تنضيفو شويه من القزبر والكرافس اللي فارماهم ناعما، شويه السمن الحار، اللي عنده السمن الحار ممكن يريحها بالسمن تعطيك رائحه، وبيضه اللي مخفوقه، وتنحركوا الكل نخليهم لمده ديال واحد 5 دقائق بين ما تدخل كل النكهات والحريره ديالنا واجده. وانتم لاحظوا معايا بعد ما مرات 10 دقائق على الرز تيصبح هذوك الحبات ديالو متفكين جيدا. وهذه هي الحريره ديالنا ما شاء الله. والمائده ديالنا ديال اليوم هي هذه بالصحه والراحه.